تعال يا سوري أخبرك شو ممكن رح تستفيد من هالشركات اللي وقعت عقود واستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار بمجال الطاقة مع الحكومة. هلأ دخلت 4 شركات استثمارية على الخط، وبيقول أصحابها إنه هاي بداية مرحلة جديدة لإعادة وبناء إعمار سوريا، وخاصة بقطاع الكهرباء. وطبعا يا شباب، وبصراحة هاي الشركات إلها اسم كبير ومسموعيات قوية، واشتغلت مشاريع ناجحة وضخمة بكثير من دول هالعالم، وخاصة بدولة قطر. طيب أنا كمواطن سوري شو بيفيدني هالحكي؟ يعني من الآخر رح ترجع الكهرباء 24 على 24 ولا رح نضل على ضوء الشمعة؟ على مهلك يا صديقي، وخليني أوضح لك. من خلال هالاتفاق رح ينبنى 4 محطات توليد كهرباء، واحدة بدير الزور، والثانية بحمص، والثالثة بحماة، والرابعة رح تكون جنوب سوريا تشتغل بالطاقة الشمسية. المجموع توليد 5000 ميجا واط كهرباء. شو يعني 5000 ميجا واط من الكهرباء؟ يعني ببساطة طاقة كهربائية بتكفي من 4 إلى 5 مليون بيت، وبتغطي كمان المصانع والمعامل. طيب خليني أعطيك مقارنة سريعة وبسيطة. مثلا محطة نووية كبيرة بتنتج من 1000 إلى 3000 ميجا واط. السد العالي بمصر بيولد حوالي 2100 ميجا واط. يعني إذا مشت الأمور مثل مو مخطط لها واشتغلت المحطات على أتم وجه، ممكن خلال سنة واحدة بس تكون الكهرباء بسوريا مستقرة 100% وبدون تقنين. ويا شباب ما ننسى كمان موضوع الشغل والوظائف. قال أصحاب الشركات أنه ممكن توفر هالمشاريع حوالي 200 ألف فرصة عمل، وهذا رقم كبير. يعني مش بس كهرباء، في شغل وفي وظائف إن شاء الله وفي أمل. من الآخر، إذا ضلينا ماشيين بهالطريق في أمل نشوف سوريا مثل ما هي منورة، مو بس بالكهرباء، منورة بناسها وأهلها. وسلام.